السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ لو نفسك في حاجة مسكرة وجميلة وسهلة، تعالوا يلا بينا نشوف النهاردة الوصفة بتاعتنا هتبقى عبارة عن ايه. هنجيب كنافة نص كيلو ونقطعها كويس ونكسرها كويس. هتسيبيها شوية في الفريزر وتطلعيها تقطعيها كويس جدا. وبعد كده هتجيبي كوباية من السمنة على زيت، وهتجيبي 3 معالق سكر مطحونين. هنصب كوباية السمنة حبة حبة ونغلف كل جزء في الكنافة كويس جدا بالسمنة. وبعد كده هصب فوقيها ال3 معالق سكر المطحونين، هقلبهم كويس جدا جدا. هقسم الكنافة اللي عندي لجزئين. هجهز الخلطة اللي عندي اللي انا هحطها في وسط الكنافة، وهي الكريمة الجميلة بتاعتنا. هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين من اللبن، معلقتين من الدقيق، معلقتين من النشا، ومش هحط سكر خالص، وهحط رشة من الفانيليا. تاني كوبايتين من اللبن، معلقتين دقيق، معلقتين نشا، ورشة من الفانيليا. طب الخلطة بتاعتنا دي هنعملها ازاي؟ على البارد الاول، وبعد كده هدخلها على البوتاجاز على نار هادية خالص لحد ما القوام اللي عندي يتماسك. هسيبها على جنب خالص لحد ما تبرد، وبعد كده هبتدي احشي بيها الكنافة اللي موجودة عندي. طيب اول حاجة انا هجيب صينية دهنتها كويس قوي بالسمنة. هحط جزء الكنافة نصها، هرصها كويس جدا. هحاول ان انا ابططها بايديا او اجيب طبق او اي حاجة بنفس اصغر من الصينية شوية، بحيث ان هي كلها تبقى في سوا واحد، ما يكونش فيه فراغات خالص. بعد كده هبتدي اصب فوقيها الخليط بتاعنا. نخلي بقى بالنا واحنا بنحط النص الكنافة الاولاني، لازم اعمل حواف زي كأنك بتعملي عجينة البيتزا كده في الصينية. لازم اسيب حواف عالية عشان لما انزل الخليط والكريمة اللي عندي او القشطة ان هي ما تلزقش في الصينية او تتحرق. خطوة مهمة جدا. تمام، شايفين انا بعمل ازاي؟ لازم اعمل حواف كده. عارفين البيتزا اللي بيكون ليها جزء من بره كده عريض؟ احنا عايزينها كده. هنزل الكريمه اللي عندي. الكريمه كان طعمها تحفه تحفه حرفيا، كلمه قليله عليها. هتجربي الوصفه دي، يعني كل الناس هتسالك عليها من حلاوتها وجمالها. هتدوقي احلى كنافه مقرمشه، قوامها متماسك جدا، الكريمة بتاعتها سكرها مناسب جدا، حاجة في منتهى الجمال. تمام، هجيب نص الكنافة التاني وهبتدي اوزعه بالتساوي، وهبطط حاجة خفيفة جدا.